يا عزيزي، هذا العام أريد أن أفعل شيئا مميزا. سمعت عن الحرب في فلسطين وأعلم أن الأطفال هناك يعانون. هل تعتقدون أنه يمكننا زيارة غزة وتوزيع الهدايا بهدف إدخال الفرحة إلى حياة الأطفال الذين فقدوا الكثير؟ فكرة رائعة بابا نويل، ستجعل الأطفال الصغار يشعرون بالسعادة والأمل في قلوبهم. أنا سعيد حقا هذا العام لإسعاد هؤلاء الأطفال. يا الله، ما هذا الدمار؟ لا يوجد هنا أطفال. أين هم؟ يجب أن أعثر على أحياء هنا. ساعدني يا ربي. مرحبا أيها الأصدقاء، أين أطفالكم؟ ولماذا كل هذا الدمار؟ أريد أن أقوم بتوزيع الهدايا عليهم. نحن لا نعرف شيئا عن هذه الحرب. أهلا بك بابا نويل، نحن هنا معك في هذه المبادرة النبيلة، ولكن يجب أن تعلم أن الحرب أخذت الكبير والصغير، وليس لدينا منازل الآن. الكثير من المنازل تم تدميرها خلال القصف، بما فيها من كبار وأطفال ونساء. أنا آسف لسماع هذا. هل يمكنني معرفة أين الباقي من الأطفال؟ علينا أن نعثر عليهم ونظهر لهم بأننا هنا لدعمهم وإدخال البهجة في قلوبهم. ليس ذنبهم أن يتحملوا كل هذه المجازر الوحشية. إنهم يحجبون الحقيقة عن العالم. هذه ليست حرب على الإرهاب كما يصوروها للعالم، إنها إبادة جماعية. هذه جرائم حرب، ويجب أن نظهر الحقيقة للعالم حتى يتم محاسبة العدوان الغاشم على أهل فلسطين. أين هم الأطفال؟ ألا يجب أن أجدهم هنا؟ يا بابا نويل، الأطفال تم قتلهم جميعاً. قتلهم المحتل خلال الحرب. الأماكن التي تركوها مهجورة الآن. لا يوجد أطفال أحياء.
لقد حان الوقت لنحاول إحداث الفرق. لا يمكننا إعادة الأطفال، لكن يمكننا بذكراهم أن نجعل العالم يشعر بالغضب والحزن. سوف نعمل سوياً لنصبح صوتاً لهؤلاء الأطفال البريئة، ونطالب بالعدالة والسلام لهم. حقا فكرة رائعة، وكلنا معك في إظهار الحقيقة. وأنتم جميعاً تستطيعون أن تشاركوا ذلك الفيديو. لكي يعلم العالم أنه قام بإخفاء الحقيقة.